يعتقد ديفيد أن ألكسندر لم يكن مسؤولا عن وفاة إيما المأساوية، لكن البروفيسور يختلف معه بشدة، فهو لا يلوم أحدا سوى نفسه، مدركا أنه فشل في حماية المرأة التي أحبها حقا. وبينما يدفع ديفيد بعيدا عنه بحزم، يخبره ألكسندر أن يعود بعد أسبوع، لكن بالنسبة للبروفيسور هذا مجرد عذر أجوف، لأنه بعد أسبوع قد لا يبقى لهذا الحديث المؤلم أو حتى لذكراه أي وجود. على مدار 4 سنوات كان ألكسندر يعمل سرا على شيء مخبأ خلف ستارة ثقيلة، آلة زمن، وبعد أن استعاد نظافته وعزيمته يأخذ الساعة التي أهدتها له إيما وقلادة تحمل صورتها. يستخدم آلة الزمن لينتقل من عام 1903 إلى 1899 بهدف يائس: إنقاذ إيما. بعد ظهوره مجددا في الحديقة قرب حلبة التزلج ينتظرها، هذه المرة لم يتأخر، ليس لأنه وصل في الوقت المناسب، بل لأنه كان ينتظر هذه اللحظة بصمت 4 سنوات. وعندما يرى إيما على قيد الحياة يركض نحوها ويحتضنها بقوة ويقبلها بشغف أمام الجميع، غير مكترث بما قد يظنه الآخرون. يخبر ألكسندر إيما بأن عليهما التحدث بجدية وبشكل عاجل، لكنه يتجنب السير في الطريق المألوف في الحديقة، مدركا أن اللص يختبئ في مكان ما خلف الأشجار، وبدلا من ذلك يقودها بسرعة إلى الشارع المزدحم ويستأجر عربة تأخذهما إلى وسط المدينة. لا يستطيع أن يشرح سلوكه الغريب أو قراراته التي تبدو غير منطقية، لكنه يطمئن إيما بأنه يحبها بعمق ويريد أن يكون معها هي فقط. خوفا من حدوث مفارقة زمنية وإمكانية مواجهة نفسه في الماضي، يطلب ألكسندر منها العودة إلى المنزل وانتظاره حتى يزورها، وقبل أن يدعها تذهب يقرر العالم أن يفي بوعده ويشتري لها باقة زهور جميلة. ولكن بمجرد أن يدخل محل الزهور يحدث شيء مروع فجأة في الخارج.